قضية سعد المجراد تدخل للمداولة قبل النطق بالحكم. تواصلت صباح اليوم الجمعة فصول الجلسة الخامسة من محاكمة الفنان المغربي سعد المجرد في القضية التي يتابع من خلالها بتهمة ضرب شابة فرنسية واغتصابها في غرفة فندق على هامش حفل له في العاصمة باريس سنة 2016. وقالت الصحفية الفرنسي مارينا أميريكاس التي تتابع أطوار القضية من داخل المحكمة إن الفنان سعد المجرد يحل صباح اليوم وهو في حالة من القلق الشديد، وكان مرفوقا بزوجته التي كانت تواسيه. وأبرز المصدر ذاته أن المحكمة أعطت قبل قليل من يومه الجمعة الكلمة الأخيرة للمتهم سعد المجرد الذي اقترب بخطوات بطيئة وطلب الحديث باللغة الفرنسية، وقال إنه حاول خلال الجلسات التعبير عما في نفسه وقول الحقيقة منصمين قلبه وبالصدق. ظل لمجرد متمسكا بأقواله السابق، حيث جدد تأكيده على عدم قيامه بالأمور التي اتهم بها في القضية، وأنه لم يغتصب المشتكية لورا بريول بأي شكل من الأشكال، وهو مصر على ذلك. وختم حديثه بتقديم الشكر للرئيسة على الاستماع إليه. وأفادت الصحافية الفرنسية بأن الرئيسة قالت إن لمجرد لا يمكنه مغادرة قاع المحكمة أثناء المداولات لتتم مرافقته من رجال شرطة إلى قاع الحراس، وطلب دفاعه إمكانية مرافقة زوجته له، وهو الأمر الذي سمحت الرئيسة به ووافقت على أن تزوره بين 2000 والأخرى. ودخلت قضية نجم البوب المغربي في هذه الأثناء إلى مرحلة المداول، فيما يرتقب أن يتم النطق بالحكم النهائي في حقه بعد زوال اليوم الجمعة.